ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا مروه، عندي 23 سنه، وفي يوم كنت قاعده انا ودلال مرات ابويا اللي بعتبرها زي أمي. ها كده ناقص في الجهاز أي حاجة؟ حاجات بسيطة في هدومي، بس المشكلة إن أم أحمد مش عايزانا إحنا اللي نروح نفرش، بتقول هما اللي هيفرشوا الشقة. وده مين اللي قال كده بقى؟ إن شاء الله مش كفاية لحد دلوقتي إحنا لسه ولا شفنا العريس ولا عملنا أي حاجة، وأبوه هو اللي كتب الكتاب بالتوكيل اللي معاه. بالله عليكي يا ماما ما تعقديش الموضوع ده. لما صدقت إن عمتي وافقت على الحوار ده، عاجبك يعني قعدتي كده من غير جواز؟ يا حبيبتي طالما انت عايزة الحوار ده انا ما عنديش اي مشاكل، ربنا يفرح قلبك، بس انا بقى مش مرتاحة للكلام ده خالص. انا اتكلمت مع احمد وعرفت قد ايه هو طيب، شكله غلبان قوي. على فكرة والله شكله غلبان، بس امه صعبة قوي يا حبيبتي. وفي الوقت ده الباب خبط وفتحت. اهلا بالناس اللي بيكدبوا علينا من اول الموضوع، كنت فاكرة ان كذبتك هتكمل ولا ايه؟ ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ وايه الطريقة اللي حضرتك بتكلميني بيها دي؟ وكدب ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ مش المفروض امك اسمها دلال محروس؟ امال مين نادية ابراهيم اللي موجودة في شهادة الميلاد دي؟ انا مرات ابوها يا حبيبتي، بس انا اللي مربياها. وبعدين هيكون في مشكلة بالنسبة لك في الاسم ولا ايه؟ دلال محروس ولا نادية ابراهيم ولا القرد ابو سديري، هتفرق معاكي في ايه يا حبيبتي؟ لا تفرق، عشان ده نسب، واحنا لازم نبقى عارفين كل حاجة من أولها. انتم اللي عاوزين الموضوع يمشي بسرعة، عشان كده ما اتكلمناش. دلال فعلا تبقى مرات أبويا، وهي اللي مربياني من بعد ما أبويا توفى، وهي عايشة معايا ومرضتش تتجوز. ولو أمي كانت عايشة ما كانتش هتعاملني أحسن منها. تمام ماشي، المهم العفش جاي بكرة زي ما قلتلكم، وأحمد هيجي الأسبوع الجاي، عايز كل حاجة تكون تمام. هو انت برضو مصممة ان هي تروح الكوافير وجوزها جاي في الطيارة؟ حبيبتي هو ما عندوش اجازة الا شهر واحد، يا دوب هيجي على الفرح وبعدين ياخد عروسته ويقضي شهر العسل، وهيرجع يقعد كام يوم ويسافر. ماشي، مش مروة عايزة كده يبقى براحتها. العفش هيجي بكرة، بس احنا وبناتي اللي هنفرش الشقة، لأن زي ما انتم عارفين احنا بنخاف من الحسد قوي. يلا سلام. والله يا بنتي حاسة ان الموضوع هيكون صعب قوي، الناس دول مش سهلين. وبعدها دخلت وكلمت أحمد. يا مروة بقالي كتير عمالة اتصل بيكي، هو انت ما كنتيش بتردي عليا ليه؟ مامتك كانت لسه هنا وعرفت ان دلال مش أمي، وجت وعملت مشكلة معانا، وبصراحة المشكلة ما كانش ليها أي لازمة. أنا مش عايزك تزعلي نفسك خالص، والله لما أرجع هيكون ليا كلام تاني معاها، وزي ما فهمتك هتقعدي بس سنة واحدة، وبعد كده هاجي واجيبك هنا. والله اللي مصبرني يا أحمد على اللي أنا فيه ده هو قلبك الطيب، انت بنت حلال وتستاهلي كل خير. وبعدها قفلت معاه، وكنت نازلة من البيت ولقيت عمتي واقفة. أنا واقفة كده بقالي ساعة لحد ما تنزلي، وانت برضو يا بنتي مدخلة مرات أبوكي في كل حاجة؟ الست دي مش كويسة. أنا مش فاهمة انت ازاي لحد دلوقتي مش قادرة تفهميها ولا تاخدي بالك منها، ولا حتى تعرفيها على حقيقتها. المفروض اللي احنا من حقنا نفرح معاكي. دلال كويسة معايا قوي يا عمته، وبتعاملني زي ما تكون أمي بالظبط، وأنا بصراحة مش هستغنى عنها أبدا. براحتك يا مروة، اعملي اللي انت عاوزاه يا بنتي، بس أنا بقولك إنك كده بتتصرفي غلط. أرجوك يا عمتي انسي الخلاف اللي بينك وبينها، وديها فرصة وقربي منها، والله هي كويسة قوي. خلاص براحتك يا بنتي، اعملي اللي انت عاوزاه، بس احنا من حقنا برضو نعمل اللي احنا عاوزينه. وبعد ساعة الجرس رن وفتح الدلال ودخل ياسر. واقف بقالي ساعة تحت مستني بنت جوزك تمشي،
كانت واقفة مع عمتها. أهو أنا بقى مش خايفة اللي من الحرباية عمتها دي. البنت خلاص قربت تعملي الشقة بيع وشراء. أنا عاملة كل الفيلم الهندي ده وعمالة أحبها ودادي فيها عشان موضوع الشقة. بقى لو تم ده هيبقى فتحة خير علينا. ما تعرفيش يا دلال أنا بحلم باليوم ده إزاي، اللي احنا نبيع الشقة وناخد شقة أنا وإنتي ونتجوز رسمي بقى. مع إني مستخسرة العريس اللي متقدم لها ده، الواد غني قوي وبيحبها وبيتمنى لها رضا ترضى، بس شكله عيل واقع وسيس منه يعني يخلي أمه تخطب له بالطريقة دي. هو انت شفتي شكله عامل ازاي؟ يا اخويا يطلع زي ما يطلع، اكيد مش هيطلع كهنة زي ابوها اللي كنت متجوزاه. ده كان راجل أفع، ولما صدقت خلصت منه. عندك حق. على العموم انا مش عايزة اطول لحسن تشوفني هنا. صحيح، هو انت يعني معاكي فلوس؟ لحسن انا معيش غير 2 جنيه. بقولك انا كنت عايزة الفيزا. انت مش قلت انك هتاخد مرتب شهر واحد وترجعها لي تاني؟ انا معيش فلوس. يخصى عليك يا دلال، هو انت هتحتاجي فلوس في ايه بس؟ انا بقولك مفيش في جيبي غير 2 جنيه. انت سامعاني ولا لا؟ طب وانا مالي بقى دلوقتي واتصرف ازاي؟ على العموم ادخل وبعدها نشوف حل في الحوار ده. وبعدها دخل، وفي المحل اللي كانت شغالة فيه مروة. خلاص يا مروة، اخرك الاسبوع ده ومش هتيجي تشتغلي تاني. انت ما تعرفيش انا كنت متعود عليك ازاي في المحل ده. والله يا خالد انا المفروض كنت قعدت الاسبوع ده في البيت عشان اشوف يعني الحاجات بتاعتي واشوف اللي ورايا واشوف اللي ناقصني، بس بقيت باجي عشان خاطر الشغل والدنيا ما تقفش. طب انت واثقة في عريسك ده انه هيكون كويس معاك يا بنتي؟ ازاي توافقي انك تتجوزي بس بالطريقة دي؟ تاني هتتكلم في الحوار ده يا خالد؟ لو سمحت دي حياتي ومش عايزة اي حد يتدخل فيها خالص. خلاص يا ستي، انا اسف. وبعدها مشى. وفي بيت ام احمد كانت قاعدة اخته هبة. بصراحة يا ماما انا مش مرتاحة للبت اللي اسمها مروة دي. اشمعنى يعني احمد ماسك فيها قوي كده؟ انت عارفة ان هو اللي بيصرف علينا، وانا بقى خايفة وقلقانة هلا تقول له وفر فلوسك لينا وبلاش تدي اخواتك حاجة. هو انت عبيطة يا بت ولا ايه؟ وانا حاسب لها الموضوع على السايب؟ لا يا حبيبتي، اخوك يسافر بس خليها تيجي تعيش معايا في الشقة هنا، وكل حاجة هتبقى تحت سيطرتي وتحت عيني حتى هي. بصراحة أنا مش مطمنة للموضوع ده. المهم انت عملت ايه في العفش اللي كنا جايبينه؟ بصراحة أنا مستخسرة فيها قوي. عيب عليكي يا بت، من بكرة هطلع العفش ده فوق وهجيب العفش الجديد عندي هنا. هي هتعيش على العفش الجديد ولا ايه؟ هي كانت تحلم تتجوز واحد زي ابني؟ طب بالله عليكي يا ماما، التلاجة بتاعتي بقت قديمة، ايه رأيك تديني التلاجة الجديدة؟ ما تغلاش عليكي يا روح امك. بس يا بت دلوقتي كلمي جوزك وخليه ياخد عربية ويجي ياخدها. والله يا ماما انتي احسن ام في الدنيا، وانا وعدك اني هبيع التلاجة القديمة واديكي تمنها عشان توسعي بيها على نفسك كده وتروقي نفسك. لا يا حبيبتي خليهم معاكي، بس ما تبقيش خايبة وتقولي عليهم لجوزك. حوشي حاجة بيهم لنفسك يا بت. تسلميلي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب. ورن موبايل هبة. ده علي جوزي، هشوفه عاوز ايه. وردت ايوه يا علي. ايه بتقول جاي؟ طب تعالى. حبيبتي ما انا جاي اهو، وجايب معايا كفتة وبطيخ عشان ماما تاكل معانا. هبة بسرعة قالت لا اوعى تيجي، انت فاهم ولا لا؟ روح على البيت يا علي. يا بنتي في ايه؟ وليه يعني ما جيش وانا وانتي وامك نتعشى؟ بقولك ايه يا علي، ارجع البيت، ماما فيها اللي مكفيها. وقفلت معاه. ماله يا بنت جوزك مش راضية ليه تخليه يجي؟ اسكتي يا ماما، ده بطنه وجعاه وعنده برد، وانا خايفة يجي ويعديكي وانتي اصلا مش ناقصة وفيكي اللي مكفيكي. جدع يا هبة، والله انتي احسن من اختك ليلى، دي اول امبارح نازلة وهي تعبانة وقال ايه عايزانا اعمل لها الغدا. اوعي يا ماما تعملي كده تاني، احسن ياخدوكي تسلية وكل شوية يقولولك اعملي وادفعي،
وانت عارفة حسن جوزها طماع ازاي وما ملاش عينه غير التراب. عيب عليكي يا بت، هو انا مش عارفة حسن وعمايله؟ المهم روح انت لجوزك وخلي بالك منه، استني خدي علبة الجبنة دي والكام بيضة اللي في التلاجة، وخدي كيس الفراخ بالمرة. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا ست الحبايب، ربنا يخليكي ليا يا قمر. وراحت أخدت الحاجة ومشيت. ورجعت أنا من الشغل ولقيت دلال قاعدة بتتفرج على التلفزيون وقالت: انت جيتي يا حبيبتي؟ 1000 مليون حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ماما، بجد كان اليوم متعب قوي النهاردة. طب ادخلي يا حبيبتي، ادخلي خدي دش لحد ما اروح اجهز لك العشاء. والله انت تعبانة معايا قوي قوي يا ماما، ما تتعبيش نفسك، وانا هاخد شاور واجي اجهز الاكل. لا والله ابدا ما يحصل، ده انت يا بنتي جاية تعبانة وجعانة. روحي يلا، وانا عاملة لك فراخ ومكرونة، انما ايه هتاكلي صوابعك وراهم. حاضر يا ماما. ودخلت جوه لقيت احمد بيكلمني. ايوه يا حبيبي، انا لسه راجعة من الشغل اهو. يا بنتي ما تسيبي الشغل ده بقى، انت صوتك تعبانة قوي. انا مستعدة اعمل لك كل اللي انت عاوزاه وانت قاعدة في البيت. والله بالرغم انه متعب بس انا برتاح في الشغل. ربنا يديك الصحة يا حبيبتي. المهم قوليلي، العفش هيروح امتى بقى؟ بعد يومين كده، فاضلي شوية هدوم اجيبهم وخلاص. طب انت محتاجة فلوس؟ اوعي تتكسفي تقولي، انا باينة واحد خلاص. لا يا احمد، انا معايا والحمد لله، وبعدين انا ما ينفعش اخد منك فلوس عشان جهازي ابدا. ليه بقى ان شاء الله؟ مش خلاص بقيتي مراتي وانا وانتي بقينا واحد؟ انا عايزة جهازي اجيبه لوحدي، لو انا محتاجة حاجة كنت هقول، بس الحمد لله انا ربنا مقدرني وجهازي اشتغلت وجبته. ماشي يا مروة، وبعدين طالما معايا فلوس الحاجة يبقى انا اولى اجيب حاجتي لنفسي، انا كده هبقى مرتاحة اكتر. ماشي يا مروة، اللي يريحك. على العموم انا هقفل دلوقتي لاني اخلص ورق مهم عشان اجراءات السفر وكده. ماشي يا حبيبي، ربنا يوفقك. وقفلت معاه ورحت خدت شاور وطلعت اتعشى انا ودلال. والله يا مروة احمد كويس وكل حاجة، بس بصراحة كده امه واخواته انا مش مستريحة لهم ابدا. يا ماما مش مشكلة، المهم عندي احمد وبس. احمد بيحبني وشاريني وده عندي بالدنيا كلها، وبعدين سنة واحدة وانا وهو هنبقى مع بعض. دلال بخبز. بس اقسم بالله امه واخواته دول مش ناويين على خير، الله اعلم بقى بنيتهم. ممكن تطمني بقى، لان انا لو مش واثقة في احمد والله العظيم انا كنت لغيت الجوازة دي. على العموم يا حبيبتي اللي فيه الخير ربنا يقدمهولك. وخلصنا عشاء وانا دخلت نمت في اوضه دلال. دلال كانت بتتكلم في الفون. ايوه يا احمد، عامل ايه؟ انا ازعجتك ولا حاجه؟ لا لا ابدا يا طنط، خير ان شاء الله. والله يا احمد انا مش عارفه فتحك في الموضوع ده ازاي، بس يعني مروه ناقصها حاجات كتير في الجهاز. طب انا قلت لها ابعت فلوس هي رفضت. انت عارف مروه نفسها عزيزه عليها قوي، وبعدين يعني هي ما فيهاش حاجه، انت جوزها والحاجات اللي هتجيبها هتبقى ليكم وفي بيتكم. طب قوليلي يا طنط، لو ناقصها ايه او محتاجه ايه وانا هبعت ليكي، بس ما تقوليلهاش. وزي ما قلتي انا وهي واحد. والله انت فعلا بني ادم جدع وتستاهل كل الحب اللي مروه بتحبهولك. وقفلت معاه. في شقه هبه كانت قاعده مع علي جوزها وقال لها وهو متضايق: انا مش فاهم انت ليه بقيتي كده، فيها ايه لو كنا اتعشينا مع حماتي؟ هي مدياكي حاجات قد كده، وبعدين دي امك يعني، المفروض تكوني فرحانه اني بعمل كده مع امك. بقولك ايه يا علي، انا عارفه اهلي كويس وعارفه اتعامل معاهم ازاي، وانا مرتاحه بطريقتي دي. على رايك هما اهلك وانت ادرى بيهم. اللي هو فرح اخوكي هيبقى فعلا الخميس الجاي، يعني بعد يومين. ايوه، العروسه بعتت الاجهزه الكهربائيه وفاضل بس حاجات بسيطه، وبكده يبقى اكتمل فرش الشقه. صح، احنا هناخد التلاجة بتاعتها. نعم، ايه يعني الكلام ده؟ انا مش فاهم بصراحة ايه اللي بتعمليه ده. ايوه كده، خليك مش فاهم وسيبني انا براحتي، انا اللي بعرف امشي امور البيت. احسن يا اخويا لو مشيت وراك مش هنلاقي لا ناكل ولا نشرب. سابها علي ودخل اوضته. وعادت الايام وفعلا اتجوزت وكنت في الكوافير، وكانت قاعدة معايا دلال اللي قالت: طب والعريس بقى
هيبقى قادر يتجوز ويفرح وهو جاي من السفر؟ يا ماما السفر ده كله 5 ساعات بالطيارة. أحمد قال لي إنه هيقضيهم نوم أصلا. طب هو زمانه على وصول. أنا هطلع برا وأحشم هوا لحد ما يجي. بصراحة أنا مش حاسة إن إحنا في فرح ولا غيره. أنتي لابسة حتى فستان عادي قوي. خلاص يا ماما بقى، مش وقت الكلام اللي أنتي بتقوليه ده. وطلعت دلال وكانت قاعدة برا، وفي بيت حماتي ليلى. إيه يا ماما اللي أنتي عملتيه ده؟ بجد حرام عليكي والله. بلاش كلامك ده دلوقتي يا بت. وانت فاكرة انها جايبة حاجة من الجهاز؟ ده كله من خير اخوكي يا حبيبتي. ولو برضو اخويا هو اللي جايب الحاجة، المفروض انها تبقى في شقتهم، مش تبدلي عفشهم الجديد بالعفش القديم. بقولك يا ليلى، ما بلاش الشويتين دول، عشان انا فاهماك يا حبيبتي. انت فاهمة ايه بقى ان شاء الله؟ فاهمة ان انت بتعملي الشويتين دول عشان تكسبي قلب احمد اخويا. بس لا يا قلبي، مش على قفايا انا وماما. شايفة يا ماما بنتك المحترمة بتقول ايه؟ وانت بقى مصدقة كلامها ده؟ بقولك ايه يا ليلى، انا مش ناقصة تقطيم ومشاكل. ولو يا حبيبتي مش هتقفي جنب امك وتنصريها، يبقى بقك ده ما يتفتحش خالص. فاهمة ولا لا؟ لو على ايه، انا فعلا مش هشارك في المهزلة دي. انا طالعة فوق شقتي اللي اخوكي مديهالك في بيت ابويا. جرى ايه يا هبة؟ ده موضوع بيني وبين اخويا، وانا بدي ماما ايجار وهي عارفة كده. خلاص انتي وهي. وانتي يا ليلى لو مكسوفة يا حبيبتي من اللي عملناه، اطلعي شقتك. وطلعت ليلى. شايفة بنتك يا ماما؟ والله هتروح لأحمد وهتاخده على حجرها، بعد ما هتفضل تمثل عليه انها زعلانة واللي احنا اللي وحشين. اسكتي، انتي ما تعرفيش انا ناوية اعمل ايه يا بت. وفي الكوافير دخل احمد، وكانت دلال قاعدة على موبايلها. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ بصيت له دلال، لقيته أمور قوي ولابس بدلة، وقالت بإعجاب: انت أحمد العريس؟ انت أحمد ابن أم أحمد؟ أحمد ضحك وقال: أيوة أنا أحمد العريس ابن أم أحمد. لا، ده أنا ما كنتش فاكرة إنك كده خالص. إيه بقى، طلعت أحلى ولا أوحش؟ ده أنت طلعت قمر، أحلى بكتير. وجا سلم عليا وقال: إيه القمر ده؟ ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. أنا كلمت ماما وإخواتي وهم هيستنونا في البيت. احنا دلوقتي هنروح نتعشى الأول. وفعلا أخدنا مطعم راقي قوي. أنا عمري ما دخلت مطعم زي كده. اوعى يا أحمد بقى تضيع فلوسك على الحاجات دي. لا يا طنط، ما تشغليش بالك بالأمور دي. الحمد لله ربنا ساترها ومتعدلة ومتظبطة قوي. طب كويس، ربنا يكرمك أكتر وأكتر. فضل أحمد يتكلم معايا، ودلال عينيها ما نزلتش من عليه. وبعدين رجعنا البيت، وكانت صدمة عمري لما لقيت جهازي كله عند حماتي. يعني ايه؟ هو ينفع الكلام ده يا ماما؟ جرى ايه يا حبيبي؟ ما هو كله من فلوسك انت. ولا هي هتصدق نفسها؟ لا على فكرة، انا جايبة جهازي لوحدي. بقولك ايه يا مروة، انت كفاية عليكي يا احمد. وبعدين العفش ده هيتركن فوق في الشقة، عشان قعدتك كلها هتكون معانا هنا. ولا انت ناوية تقعدي لوحدك؟ بجد انا مش مصدق. هي دي الحمد لله على سلامتك. تعالي يا مروة، تعالي يا حبيبتي فوق. طلعنا فوق. خلاص يا احمد، اللي انت شايفه اعمله. انا هبيع العفش ده كله بكرة، وانزلي اختاري اللي انت عاوزاه، بس ما تزعليش. لا لا، ما تقولش كده، انا كفاية عليا انت. وبعدين ما احنا كده كده سنة وهنسافر. انت جدعة قوي يا حبيبتي، وانا والله عمري ما هسيبك ولا هتخلى عنك ابدا. وتاني يوم الصبح في بيتي كانت دلال نايمة على السرير جنب ياسر، اللي قال لها: مالك بس النهاردة؟ في ايه؟ من ساعة ما جيتلك بالليل وانت قلبة خلقتك عليا كده. دلال قامت وقالت: مش قادرة اطلعه من دماغي. بقى البت مروة تتجوز واحد زي ده، مال وجمال واخلاق. مادام في مال ما توقعيه طيب، وهتبقى مصلحة حلوة. قبل ما ترد عليه الباب خبط. نهار اسود، مين اللي جاي دلوقتي؟ مين اللي جاي لك في وقت زي ده؟ تلاقيها لما تتسمى اخت جوزي، هروح اشوفها عاوزة ايه. وطلعت فتحت. انتي لسه هنا؟ بقولك ايه، قولي اللي عندك اطلع برا. يا نهار اسود يا ولية، انتي بتفتري عليا ولا ايه؟ والله ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيكي ايه،
بس مش هرد عليكي عشان أنا ست متربية. طب قبل ما تردي عليا ولا تعملي حاجة، خليني أدخل وأشوف مين اللي جوه، ومين اللي جايباه في الشقة يا ست انتي، ومين قالك إني هسمح لك تدخلي بيتي؟ اوعي كده، يلا خليني أقفل الباب. ماشي يا دلال، أقسم بالله طلوعك من البيت ده هيكون على إيدي أنا. ونزلت، ودلال دخلت وقفلت الباب. بقولك إيه، أنا هنزل من باب المطبخ، وانتي لازم تستعجلي في حوار الشقة ده. لا شقة إيه، ده أنا رسمة على أكبر من كده بكتير. وبالليل جت عندي دلال، وكانت عمالة تعيط وقالت: يا ربي، يعني هلاقيها منين ولا منين؟ من عمتك ولا من أهل جوزك اللي كسروا فرحتك؟ أنا هظبط الدنيا يا طنط والله، ما تقلقيش. بقولك إيه يا أحمد، إيه رأيك وإحنا مسافرين ناخد معانا ماما؟ أنا ما أقدرش أسيبها مع عمتي. لا لا طبعا، أنا لا يمكن أكون عزول بينكم. ما تقوليش كده يا طنط، وبعدين أنا هحجز جناحين في الأوتيل، ولما نرجع وأنا سافر مروة هتروح تقعد عندك. أهو أحمد حل الموضوع، عشان خاطري بقى وافقي يا ماما. وفعلا وافقت، وسافرنا احنا التلاتة. بقولك ايه يا أحمد، ماما نسيت الشحن بتاعها، ممكن توديهولها؟ وأنا هنام شوية لأني تعبت من المواصلات. ماشي يا حبيبتي، وأنا هاخد اللابتوب وأنزل أشتغل شوية تحت لحد ما تصحي، ونقضي باقي اليوم سوا. ماشي يا حبيبي. وطلع أحمد راح عندها، وأول ما فتحت كانت لابسة قميص نوم. اتفضلي يا طنط اتفضلي، ده الشاحن. مسكته من ايده وخلته دخل وقالت: تعالى يا أحمد تعالى، أنا كنت عاوزة أتكلم معاك شوية، أصل أنا متضايقة ومش عارفة أتكلم مع مين، مش عايزة يعني أنكد على مروة. أنا تحت أمرك يا طنط. طنط؟ بذمتك يعني هو أنا كبيرة قوي للدرجة دي؟ تهيألي كلمة طنط دي كبيرة عليا قوي، ما تقولي يا دلال على طول. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوليه ده؟ انت يعني في مقام مامة مروة الله يرحمها، بس انا في الحقيقة مش امها. وبصراحة بقى من ساعة ما شفتك وانا مش عارفة ايه اللي حصل لي. بقولك ايه، انا مش عايزة اشوف وشك تاني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ومن بكرة يا ريت تمشي من هنا، وطلعي مروة بقى من دماغك خالص. تسمع ولا لا؟ كده يا احمد. اسكتي خالص، انا مش عايزة اسمع صوتك. وبعدها مشى، وتاني يوم خبطت على باب دلال ففتحت. في ايه، عاملة ايه؟ عمالة ارن عليكي، انتي ليه مش راضية تردي عليا خالص؟ انتي ما جوعتيش ولا ايه؟ لا لا يا حبيبتي، انا بحضر شنطتي عشان خاطر لازم انزل القاهرة. ليه كده؟ مش قلنا هنفضل هنا مع بعض ولا ايه؟ ما بقاش ليه لزوم خلاص. انا عايزة اقولك على حاجة، خليكي فاكرة مش انا اللي استعجلتك في الجوازة دي، خدي بالك يا بنتي من جوزك. وبعدها عيطت. هو في ايه؟ انا مش قادرة افهم حاجة. بعدين بقى هتفهمي، انا عارفة انك ذكية واكيد هتعرفي لوحدك. وبعدها مشيت. في أوضة احمد كان بيتكلم في الفون وقال: خلاص انا هرجع على طول، مش عايزك تزعلي نفسك، بس خدي بالك لأحسن جوزك يشك في حاجة. وبعدها قفل. ايه ده؟ انت كنت بتكلم مين؟ مفيش يا حبيبتي، كنت بكلم اختي، ولازم ارجع القاهرة دلوقتي حالا. لا والله، وش معنى بقى؟ بعدين يا مروة، انا مش قادرة اتكلم في اي حاجة. في الوقت ده كنت متأكدة انه بيخوني. في شقة حماتي. حمد لله على سلامتك يا حبيبي، انا مش عايزاك تزعل بسبب اللي حصل. خلاص يا امي، اللي حصل، مش وقته الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا ورايا مشوار مهم ولازم انزل حالا. تنزل فين يا احمد؟ وانت مش قلت اللي احنا راجعين القاهرة علشان اختك كلمتك كانت عايزاك في موضوع مهم؟ لا يا حبيبتي، انت شكلك فهمتي غلط. انا كنت اقصد واحد زميلي في الشغل، معلش انا لازم امشي دلوقتي حالا. وبعدها نزل، وانا رحت بالدلال وفتحت البيت وسمعت دلال وهي بتكلم ياسر. يا غبية، ما كانش ينفع تعملي كده بسرعة، كنت صبرت شوية، الواد اكيد بيحبها، ده لسه عريس. اعمل ايه يعني؟ انا قلت اضرب على الحديد وهو سخن، ما كنتش فاكرة انه هيعمل فيها محترم قوي كده، بس انا مش عايزاك تقلق، انا شككتها فيه. وانت فاكرة ان هي هتطلق منه يعني؟ اكيد، انا عارفة مروة. وبعدها لميت الجيران كلهم وفضحتها. ينفع الكلام ده يا مروة؟ بقى انت اللي تعملي كده؟ ده جوزي على سنة الله ورسوله. جوزك ايه يا ولاية خرفانة؟ بقى انا اتجوز واحدة زيك؟
لا أنا مش جوزها يا جدعان، أنا كنت معاها كده والسلام. يا واطي، معقولة بعد اللي عملته معاك يا قليل الأصل؟ عمري ما كنت أتوقع إن أنت بالذات اللي تعملي فيا كده. واحدة زيك مفروض ما تقعدش في البيت ده لحظة واحدة بعد اللي شفناه. يلا اطلعي بره. وبعدها دلال مشيت، وطلعت لقيت ليلى وأحمد قاعدين. والله يا حبيبي أنا أول ما شفت ماما بتاخد دهب مراتك من الدولاب اتصلت بيك، قلت لك إنك لازم ترجع. بس أنا مش هينفع أقول لماما إن هي حرامية. أنا مش فاهم هي ليه بتعمل كده. أنا من رأيي يا حبيبي تاخد مراتك تسافر بره، لأنك لو فضلت هنا مش هتعرف تعيش حياة سعيدة أنت ومروة. أنا آسفة إني فتحت الباب بصوت عالي، بس انتم شكلكم كنتم مركزين في الكلام ما سمعتونيش. كويس إنك جيتي. أنا كنت عايزة أقولك اللي إحنا هنسافر بره كمان يومين. أنا مش عايزة مامتك تقول إني أخدتك منها. لا خالص، مش انتي اللي عملتي كده يا حبيبتي، هي اللي عملت في نفسها كده. وطلعت الحما. أرجوك يا أحمد اوعى تمشي تاني. أنا آسفة يا ابني، حقك عليا يا مروة. معلش يا ماما، أنا شايفة اللي إحنا هنكون مرتاحين كده. لو سمحتي سيبيني أسافر. عايز تسافر سافر يا حبيبي، بس بالله عليك بلاش تسافر وانت زعلان مني. أنا طول عمري أنانية ومش بفكر غير في نفسي وبس. ماما عيب لما تقولي كده، انتي برضه فوق دماغنا، ومهما كنتي أم أحمد يعني أمي، وأنا مسامحاكي في أي حاجة. حماتي اتغيرت، بس برضه أنا سافرت مع أحمد وعشت معاه أسعد أيام حياتي. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة. متنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.